اخوان السلام عليكم. احد الاخوان بالفيديو السابق كتب لي تعليق معلومه خطيره، انا اعرف وانتم تعرفون وهو يعرف انه تعليقه عباره عن استهزاء، ولكن انا راح اقول له انه هاي المعلومه شلون معلومه خطيره. تابعوا وياي. انا اقدر اطرح مجموعه امثله، ولكن راح اطرح مثال واحد. بدرس الرياضيات بالابتدائيه اول ما اخذنا القسمه، معلم الرياضيات انطانا قاعده ذهبيه، قال القسمه بالرياضيات على صفر كفر. نفس الشيء الشجره من تنبني خطا نتيجه كارثيه. الخطا اللي يقعون به هوايه من الاشخاص اللي يقلمون اشجارهم ما يعرفون، يقص قصه واحده، وهاي القصه الواحده راح تسوي اكو شلخ. باعوا شوفوا هذا الخطأ الثاني اللي يكرره، فهو يجي شو يسوي؟ يجي يقصه هيك بهاي الطريقة، يجي يعالج الخطأ ماله بخطأ ثاني، يجي يقصه بهاي الطريقة، راح يزيد التزهير مثلا، حيحفز الشجرة على انتاج اغصان جديدة، ولكن هذا المكان معرض الى الرطوبة، البرودة، الحرارة، التراب، الفطريات، الحشرات. هي هاي المعلومة الخطيرة اللي حضرتك قاعد تستهزئ بها، هذا باع مثال قديم. نفس قص ذاك تعرض الى هواء وتراب وحشرات وفطريات. لاحظ المعلومة الخطيرة اللي قاعد حضرتك تستهزئ بها. لاحظ هذا الفطر الاسود، هذا واصل القلب، هذا الجذع احنا هسه قصيناها وعالجناها، ولكن الشجره ما راح ترجع نفس اول، راح يصير بها خلل، وبالتالي نتدارك الخطا ونقصه بشكل صحيح. وحط في بالك انه متوسط سعر شتله الحمضيات اللي بعمر سنه ب10، اكو يبيعونه ب25، اكو ب20، اكو ب5 واكو ب10. خلينا نحسبها على 10 في 100 الشجرة اللي عمرها 100 سنة، يعني هاي الشجرة المفروض سعرها مليون. هذا هو القص الصحيح. قبل لا توصل للأخير قص شوية من جوا حتى لا تخلع عندك. لاحظ هذا هو القص الصحيح. وبالختام أنا بهذا حسابي أنشر معلومات عن الزراعة، سواء يوميات أو تجارب، فرجاء إذا أنت ما تعرف بالزراعة لا تعلق تعليق سلبي. إذا عجبكم الفيديو حط لايك وسووا متابعة حتى الفيديو الحسابي يصعدا وتحمل فائدة على الجميع. تحياتي لكم جميعا، أخوكم علي الشيباني.